نحن نعيش كما ذكرنا للشباب في الصبح فقه التصنيف. قد يسمعني بعضكم يقول ها الشيخ اليوم أكيد يقصد فلان. أيوة يقصد فلان ضد فلان، إذن هو مع فلان ضد فلان. هذا فلان وفلان 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 ليس موجود عندي، موجود في راسك أنت، لأنك تعيش في زمان كله تصنيف. تعرفون التصنيف؟ أعطيكم مثال بما تفهمون ولا لا؟ تعرفون كأس العالم؟ تعرفونه صح؟ لولا أنكم ممنوعين من الجوال لذهبتم إليه سعيا على العين لا سعيا على القدم، صح ولا لا؟ واحدة من فوائده عندهم، عند الذي يرتبون هذا، تصنيف الناس. حتى يعني أنا أعتذر لاستعمال الألفاظ، لكن هذه اللغة الموجودة في الحياة الآن تعرفونها أحسن مني. هل يمكن تشجع البرازيل وإسبانيا في وقت واحد؟ يمكن؟ أنا أحبهم كلهم، ما يتأتى هذا بيلعب مع هذا، واحد رابح وواحد خاسر وإلا تعادل. في السياسة كذلك، هذا الحزب ضد هذا الحزب. في التدين الذي نعيشه، ما هو التدين الحقيقي؟ في دين وتدين حقيقي، وفي دين وتدين مزيف تعيشه الناس في الحياة. تدين مزيف، هذه المجموعة ضد هذه المجموعة، السنة ضد الشيعة، الصوفية ضد السلفية، وبتجي أسماء جديدة عادها، وفي أسماء قد ذهبت، بل والآن أشد، هذا المعهد من أهل السنة والجماعة ضد هذا المعهد من أهل السنة والجماعة، هذه المجموعة من أهل التصوف ضد هذه الطريقة من أهل التصوف. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الطرق والمذاهب والتدين مثل السياسة والرياضة الذي يرونها كل يوم، ظنوا هكذا، حتى صار يسمعك أكيد فلان ضد فلان. هذا الصراع يعيشه في داخل عقله. نحن ما نحتاج إلى هذا النوع من طلبة العلم، ما نحتاج إليهم. لماذا؟ موجود كثير، حتى لو زعم أنه واسع ويحب الجميع كذب. بل الآن وصلت المسألة ما هو إلى أنه ما أحب الذي ما هم من معهدي، لا، حتى صديقي وأخوي والذي أنا أحبه وزميلي في التعليم وأنا وياه أصدقاء لنا 20 سنة، ما يمكن أن أساعده على فتح باب من أبواب الخير. تريدهم يتمشون هو وياه جالا مستعدين، لكن ما دمت أنا أخوك وأنت أخوي أظهر لي هذا المعنى. قل تعال شوف هذا الباب من العلم أنا ما أحسنه، أنت تعال ادخل فيه، وأنا بأكلم فلان، بأساعد فلان، بأتسبب في هذا. ما في، انتهى هذا الكلام. نعم، بيدعوك الإنسان في حالة واحدة، إذا كان هناك شيء لا يتوصل إليه بدونك. فهمتم وعادوا؟ مكان مسجد ما قدر يدخل فيه، قال بنجيب لكم واحد حبيب كبير من حضرموت مشان يدخل هو. لو كان قصده أنه ينفع الناس ويقرب هذا الداعي إليهم ويقربهم إليه لكان هذا خير كبير وبركة. لا، ولا يريد يدخل لتحصل له منفعة دينية ولا دنيوية، صار أنا الذي جبته، أول من جابه أنا الذي جبته. لا عاد دين ولا عاد مقصد ولا عاد فهم، صرنا كل واحد كتلة ضد الآخرين، ما عادش دعوة إلى الله، في دعوة إلى الذات، إلى النفس، إلى المذهب، إلى الجماعة، إلى المعهد. طيب واحد ما هو من معهدك خلاص كفر،